أو أجمل فرحة يجمع شمل قريب وبعيد كله هو يا سلام. أيها هذا الشاكي وما بك داء كن جميلا ترى الوجود جميلا، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. أهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل، وما زلنا معكم في صحتك في العيد، ودي يمكن آخر فقرة إن شاء الله بنقدمها، وبرضو موضوع اللحمة. موضوع اللحمة وعيد الضحية هو ده شغلنا الشاغل النهاردة اللي احنا بنتكلم فيه، ولكن احنا هنا في قناة الصحة والجمال بنتناول اللحمة أو اللحوم أو الأضحية من حيث الصحة والإنسان في تخصصات عديدة مختلفة. الفقرة الماضية اتناولناها من ناحية السمنة والعلاج الطبيعي، وكان عندنا ملف اللي هو زيادة الوزن أثناء الحمل، ولكن ما زال هناك الكثير من الملفات الطبية اللي ممكن جدا لها مردود أو لها رد في لو كانت هناك تأثير لبعض الأطعمة وتحديدا اللحوم على الجسم. وفعلا ده موضوع الفقرة، وهو كثرة تناول اللحوم وتأثيرها على الكلى والعظام. معنا في هذه الفقرة الطيبة الدكتور أشرف عبد السميع، استشاري المسالك البولية. ازيك يا دكتور أشرف؟ منور اللقاء. الله يخليك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب وبصحة. الله يبارك فيك يا دكتور. وأيضا قطب آخر من أقطاب الطب البشري وهو الدكتور أسامة عبد الظاهر، استشاري جراحة العظام. أهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ محمد. مشرف اللقاء. حضرتك بخير. كل سنة وانت طيب. سعادتك بصحة والسلامة والأمة الإسلامية. امين يا رب العالمين. هنشوف بقى موضوع اللحمه وتاثيرها على الكلى او الجهاز البولي، وفي نفس الوقت تاثيرها على العظام. بعض الناس يقول انت بتاكل لحمه كتير كعب رجلك بيوجعك من تحت. نسمع عن حاجه اسمها النقرس، نسمع عن حاجه ان الكلى ممكن تتاثر من البروتينات او اللحوم، في حاجه اسمها الامينو اسيدز الاحماض الامينيه، في مصطلحات كده نتعرف عليها. وبرضه بنقول اللي عايز يستفسر حول ملف في المسالك البولية أو ملف في جراحة العظام بالنسبة لخشونة الركبة، بالنسبة للمفاصل، بالنسبة لأي شيء، من خلال الأرقام على الشاشة نستقبل استفساراتكم إن شاء الله. ولكن بداية خلينا نروح للدكتور أشرف وأقول له دكتور أشرف، تعيد على مين النهارده؟ أعيد على الحاجة والدتي، أعيد على مراتي، أعيد على أولادي، أعيد على حماتي عشان عزماني على الفتة عشان العزومة بس يا بعد الحلقة. ولا بصفة عامة؟ لا بصفة عامة طبعا. نعم. مش عايزين نروح السجن. لا أكيد حماتك طيبة والله. يعني طيب حد تاني تعيد عليه؟ أعيد على حضرتك طبعا، وأعيد ربنا على يبارك مصر، ونتمنى لها ان شاء الله كل خير وان شاء الله ورقي، وترجع افضل بلاد العالم ان شاء الله باذن الله بنفس حضرتك وكل ذاك يا دكتور. وانا بقول للدكتور اشرف عبد السميع كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. والاسره الكريمه، ست الوالده والحاجه حماتنا وكل والزوجه والاولاد وكل الناس، كل سنه وانتم طيبين. دكتور اسامه، تقول لمين النهارده كل سنه وانت طيب؟ ان شاء الله باسم الامه الاسلاميه كلها زي ما قلت لحضرتك، وللوالد والوالده ولزوجتي وحمايا وحماتي طبعا. يعني تمام. اكيد طبعا. برضه معزوم هناك. لا انا مسموع عند والدي النهارده ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. حضرتك بالصحه. تحيه خاصه لاسره الدكتور اسامه عبد الظاهر، استشاري جراحه العظام، وللوالد والوالده كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويديكم الصحه والعافيه وادعوا لنا. وتحيه لزوجه الدكتور اسامه، بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه، وبرضه لحمى الدكتور وحماته كل سنه وانتم طيبين. طيب خليني الاول بقى بنقول النهارده موضوع تاثير اللحوم على الكلى والعظام. هناخد الاول راي الدكتور اشرف عبد السميع في مساله اللي هو الكلى. هنقول بقى السؤال: ماذا يحدث للانسان عند تناول اللحوم من وجهه نظر استشاري المسالك البوليه؟ اتفضل يا دكتور. طبعا اللحوم من المكونات الاساسيه في الغذاء زي ما حضرتك عارف، ومن المتعارف عليه انه الانسان الادلت او البالغ يحتاج الى 1 جرام لكل كيلو جرام يوميا على الاقل حتى تستقيم عمل الانسجه الحيويه في الجسم. لكن هي المشكله طبعا ان احنا في الموسم بتاع عيد الاضحى. أيوة. والناس محرومه واللحمه والناس مستنيه كيلو 80 جنيه. أيوة. في ناس ما شافتهاش اصلا، وفي ناس دلوقتي يقول لك قاعدين بيتكلموا، والله في ناس دلوقتي يقول لك قاعدين بيتكلموا على اللحمه واحنا ما شفناهاش اصلا. وان شاء الله يكونوا شافوها. لا. فطبعا بيبقى في اكثار شويه من تناول اللحوم. نعم. اللحوم داخل الجسم بيحصل ليها نوع من انواع التمثيل الغذائي، ينتج عنها مواد اسمها البيورين.
ماده البيورين بتنتهي بعد كده انها بتتكسر بانزيمات خاصه بينتج عنها بعض المواد الضاره. اشهر هذه المواد حمض البوليك او ما يتعارف عليه بحمض البوليك او اليوريك اسيد. نعم. حمض البوليك المفروض انه مستوى معدله في الدم من 2 الى 7 مللي جرام او حجم لكل 100 مللي. هي المشكله عندنا انه بعض الناس يعمل تحليل حمض البوليك فيلاقيه مثلا 4 أو 3 يبقى سعيد. كل 100 مللي دم 100 مللي في 2 الى 7. ده النورمال العادي. ده النورمال. نعم. هي المشكله انه الرينج كبير من 2 ل 7 بعيد. فبنشوف ناس الحمض البوليك بتاعها طبيعي ولكن تعاني من امراض في العظام زي الدكتور اسامه بيه ما اتفضل دلوقتي، مثلا امراض النقرس او امراض المفاصل. نعم. ويقول انا كنت بعمل تحليل وايه طبيعي. هي المشكله ان الرينج كبير، ان مثلا لما يكون 5 أو 6 حضرتك بتعتبره كبير، لكن هو يقول لك انا نورمال انا جوه. كل ما يقرب من ال7 ده خطر. يعني 6 مش كويس. نعم. 5.5 برضه نحطه تحت الاعتبار، لانه ممكن يكون اصلا الميتابوليزم بتاعه هو 2 أو 3، فبالتالي 5 أو 6 أو 7 ده غير طبيعي. فما نستناش لغايه الحمض البوليك بتاعنا ما يبقى 11 او يبقى 14 ونقول ايه ده عالي، لا لازم دايما يبقى فيه متابعه لهذا الموضوع. نعم. دي حته بس كده في البدايه عن مستوى حمض البوليك في الدم. لما بيزيد طبعا حمض البوليك في الدم بيتجه الى الكلى عشان تستخلصه وتنزله في البول. تمام. الكلى في حاله الاكثار من تناول اللحوم هيبقى فيه بالتالي معدل في زياده حمض البوليك. الكلى طيب انا قبل ما اروح بقى للكلى خليني برضو انا عشان هنا بمثل المشاهد. حضرتك قلت ان في اليوريك اسيدز ودي المواد اللي هي الضاره او عوادم اللحوم دي. طيب هل الكلام ده خلينا في الحته دي فقط لو تم تناول اللحوم بكل انواعها او لحم معين، وهل هناك ما يماثل اللحوم مثلا من المواد النباتيه تؤدي يعني عشان نستفيد او كده؟ اتفضل. صحيح. نعم. هي الموضوع مش قاصر على اللحوم بس، هو نعم. قاصر يعني او حمض البوليك هو عادم من عوادم البقوليات ايضا، شرح العدس، الفول، نعم. البيض، ايضا من المكسرات من العوادم بتاعتها حمض البوليك. حتى مش لازم اللحوم الحمراء، الطيور، بعض الطيور مثلا البط، كل ما يزيد لون الداكن في اللحم كل ما بيزيد حمض البوليك. فنقول البط، الاوز، الحاجات اللي هي لحمها يميل الى الاحمرار او اللون داكن. لكن اللحوم البيضاء زي الدواجن بيبقى اقل، بتبقى خفيفه او الارانب بتبقى خفيفه. بالظبط. بيبقى اقل. نعم. الاسماك ما فيهاش حمض بوليك، ولكن بعض الاسماك برضو اللي فيها لون داكن او فيها دهون زي التعابين، السمك دي فيها حمض بوليك عادي. نعم. فبالتالي مش كل طبعا مش هي بس اللحوم، لا في برضو بعض المواد الاخرى اللي فيها زياده ايضا في تناولها من حمض البوليك. نعم. فزي ما اقول لحضرتك لما بيزيد هذا المستوى بيروح للكلى. الكلى المفروض انها بتستخلصه لكي ترميه في البول او تحوله الى املاح في البول. طيب قبل الدكتور انا اصل لهذه النقطه، بس انا عشان عايز اعمل ميكس اتفضل بين حضرتك وبين الدكتور أسامة. لو انتقلت بنفس السؤال بقى اللي هو برضو اللي جاوب عليه الدكتور أشرف، ليه ملف العظام، والدكتور أسامة برضو هل يشعر بهناك مواد ضارة وتؤثر؟ اتفضل يا دكتور. هو استكمالا لكلام الدكتور أشرف، طبعا نواتج التمثيل الغذائي بشكل عام للبروتينات ومن ضمنها اللحمه هي اللي يهمنا في الناتج الغذائي الهام بالنسبه لنا هو اليوريك اسيد. اليوريك اسيد الكثره منه او ارتفاعه في الدم بشكل عام بيؤدي الى امراض في المفاصل ومشاكل في المفاصل بشكل عام اللي اغلب الشعب المصري بيعاني منها للاسف. نعم. لان احنا في عندنا حاجات كتيره جدا بنتسناها ونتناساها، والكلام ده كله ده بيأثر مع زياده العوادم اللي موجوده عندنا دي. نعم. عشان كده بنقول دايما ان اي انسان ممكن يكون بيعمل تحليل زي الدكتور اشرف ميال بيكون بيعمل تحليل ويلاقي نسبه اليوريك اسيد موجوده عنده في الدم بشكل كويس. نعم. ولكن الاعراض الكلينيكيه اللي موجوده عنده هي اعراض اليوريك اسيد او اعراض الجود او اعراض النقرس. عشان كده بنقول ان هو كل انسان هو الترمومتر نفسه. يعني ممكن عند حضرتك يكون الطبيعي جسم حضرتك هو 3، لما يوصل في التحليل عند حضرتك الرقم ل5 هتقول حضرتك هو ده ضمن النورمال رينج بتاعي. النورمال طبيعي بالظبط، ولكن هو مش طبيعي بتاع جسم حضرتك. بالظبط يا فندم. طب ليه بقى هنا خليني بقى السؤال هنا مزدوج بالنسبه لحضراتكم. ليه اتحطت النسبه من منظمه الصحه العالميه او ايا كان
في هذا الرينج، وحضراتكم كاطباء بتقولوا لا ده هو بيعاني رغم انه طبيعي، ليه ما يتعملش دراسه ويتعمل مؤتمرات ويعمل لها ليميت؟ هي دي مشكله بتقابلنا الحقيقه في حاجات كتير. نعم. انه مفيش رينجز متفق عليها فيما يخص حاجات كتير قوي. نعم. حتى السكر في المعمل مثلا، حضرتك لما تشوف نتيجه معمل تلاقي مكتوب لك رقم واحد. طب الرقم ده المريض ده سنه كام سنه؟ الطفل ما يمشيش مع الارقام. انا بالكلام ده فعلا اللي احنا بنعاني منه. عايزين نسبه السكر عند الراجل اللي هو الطفل اللي عنده 15 سنه يبقى نفس النسبه عند اللي عنده 50 سنه. طب ازاي يعني؟ فدي طبعا احنا بنسميها ميديكال دايليما، يعني دايليما لسه لغايه معضله. معضله طبيه. يعني. لازم يبقى في حاجات متفق عليها. الطفل من سن كذا لكذا ده الرينج بتاعه كذا، الادلت البالغ من كذا لكذا. السيدات هنلاقي الفيميلز مثلا في يوريك اسيد عندهم مختلف تماما عن الرجاله الرينجز بتاعتها. فدي حاجه احنا طبعا بننادي بيها بنطالب بيها، وزي ما حضرتك قلت هي عايزه نوع من انواع يعني الايه الاتفاق العلمي، انه يتفق بتنادوا بيها بقالكم كام سنه يا دكتور؟ لا كتير. طب نقعد ننادي كتير ان احنا يمكن ما حدش سامع. هو اقول لحضرتك حاجه، الحاجات دي ممكن نخلي المهندس شلبي يعلي الصوت يمكن ما حدش سامع ولا حاجه. هي احنا يعني عايزينها في المجتمعات بتاعتنا. الحقيقه هو الواحد لما بيسافر بره بيلاقي لا الكلام ده موجود. انا فعلا الكلام ده بساله بقى ليه؟ فعلا بساله ليه؟ لان انا يعني كان ليا زملاء في امريكا فيقولوا بالمصادفه يعني في حوار عادي ان نسب السكر مثلا او الداتامبلين خط البيز بالنسبه للسكر بيختلف عن مصر. تلاقي مثلا الارقام هنا عندنا 80 و120 صايم وفاطر، هناك لا ممكن يكون الصايم 120 والفاطر 100 حاجه و70. طب هم الناس دول المفروض ان هم عندهم علم وحضاره وبنستقي منهم، طب احنا واقفين عند الحته دي ليه؟ الجزئيه اللي اشار اليها الدكتور اشرف جميله قوي، ان مش كل الاعمار زي بعضيها، ده حتى الدين طبيعي بيبقى فتى وبعدين شاب وبعدين رجل وبعدين يبتدي الكيرف ينزل. وبعدين زي ما حضرتك قلت بالنسبه للداتابيز، احنا مشكلتنا في مصر هنا ان احنا ما عندناش ابحاث عشان على اساسها نسجل داتابيز موجوده عندنا. احنا دلوقتي العلم ما بيقفش عند يوم معين، العلم كل يوم بيتغير. بالظبط. انا ممكن النهارده اكون بتكلم ان اليوريك اسيد من 2 ل7، ممكن بكره يطلع بحث جديد يتكلم في كلام جديد. انا مشكلتي ان احنا ما عندناش الداتابيز اللي نرجع لها او الابحاث اللي نرجع لها او نقيم على اساسها او نتكلم على اساسها. هو هنا الابحاث الطبيعيه بيحسها الطبيب في عيادته من خلال البيشنتس المرضى بتاعته لما بيعدوا عليه وبقى عنده تقييم جواه، التقييم ده نفسه يخرجه بره. تمام. مش ده اللي بيحصل او ده اللي انت عايز حضرتك تقوله، صح كده؟ لكن المفروض يكون في، لان النهارده يبقى حد مثلا زي حالاتي او حد كبير في السن وسكره عالي شويه يقول له روح انت مريض سكر روح خد علاج وكذا وكذا، ممكن يكون طبيعي مع سن. مظبوط يا دكتور؟ ده حقيقي. طيب هرجع بقى بالسؤال تاني اللي هو كنت حضرتك عايز تتكلم فيما يتعلق بتأثير العوادم بقى اللي هنقول على العوادم او المواد الضاره دي على الكلى. اتفضل يا دكتور. هو زي ما بدأنا في الكلام انه لما بيزيد بقى حمض البوليك، الكلى هي الجهاز الخاص بالتخلص من العوادم في الجسم، فبترمي طبعا حمض البوليك في البول. لما بيزيد مستوى حمض البوليك في البول بيبدأ يحصل حاجة اسمها تبلور أو تكلس، أو إن هذه الأملاح تتلاصق مع بعضها، خصوصا لو كان المريض مقصر كمان شوية في شرب السوائل، يعني يحصل لها زي كريستاليزيشن اللي هي التبلور اللي هي تبقى فصوص كده، تبدأ تلزق في بعضها. نعم. وهي أساسا غروية فبتلزق في بعضها بسهولة، ويبدأ أحجامها تزيد من مليمترات ثم إلى سنتي ثم إلى أكثر وهكذا، مكونة ما نسميه بحصوات الكلى. حصوات الكلى، يعني حصوات الكلى دي بتبدا من حاجات مايكرو خالص، مفيش يعني فيري فاين جدا يعني جدا. ساعات لا ترى طبعا الا في تحليل البول، ساعات نقول الراجل ده عنده املاح انا مش شايفها لكن هو المعمل شايفها. تمام. بعد شويه بتتلاصق، ومع قله الميه او الميديا، ان مفيش ميديا موجوده الوسط في مصر عندنا الحر وقله السوائل، واحنا يعني بنكره الميه، يعني ده شيء غريب جدا هنا. فبتبدا الاملاح دي تلزق في بعض وتعمل بنكره الميه. ما بحبش الميه خالص. نقف عند المصطلح ده، بنكره الميه. كلنا بنكره الميه ليه يا دكتور؟ هي الحقيقه عاده شعوب، كلتشر. يعني انت حضرتك تسافر بره تلاقي برضو ثقافه شعب، تلاقي بره الازازه مع ان بلاد بارده جدا، لكن تلاقي ماشي معاه الازازه في كل حته. امريكا مثلا كنت في كليفلاند درجه الحراره 20 تحت صفر، لكن معاه ازازه على طول. احنا هنا لا، درجه الحراره عندنا 50